السبب الرئيسي إن الناس كلها بتعاني ماديا، وإن هم قعدوا سنين طويلة في المدارس والكليات بس هم عمرهم ما اتعلموا يعملوا فلوس. كل اللي اتعلموه إن هم يشتغلوا عشان يجيبوا فلوس، بس عمرهم ما اتعلموا إزاي يخلوا الفلوس هي اللي تشتغل عندهم. وده اللي روبرت كيوساكي قاله في كتابه ريتش داد بور داد. تعالى أخدكم معايا في رحلة في العالم بتاعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود داي يا شباب. تعالى أخدك في رحلة في مدينة ما في زمان ما فيها أبين. الأبين دولت كان مستر سميث ومستر جونسون. الاتنين دولت كان عندهم عائلات وعارفين يوفروا لعيالهم الحاجات اللي هم عايزينها، الحاجات الأساسية زي التعليم والصحة والأكل، بس كل واحد فيهم كان بيعرف يجيب الدخل بتاعه بطريقة مختلفة خالص. مستر سميث كان الأب الفقير في كتابه، وكان شغال وظيفة ما. الوظيفة دي ثابتة، ما بيحاولش إن هو يطور منها. المعيشة بتاعته اليوم بيوم، القبض بتاع الشهر بيتصرف في نفس الشهر ويدوب بيكفي عيلته وابنه. على الناحية التانية كان في مستر جونسون، وده كان راجل مش متعلم كويس على عكس مستر سميث. مستر سميث كان متعلم جدا، بس هو ما كانش متعلم كويس، لكن كان بيعرف يجيب فلوس كويس جدا. هو كان رائد في الأعمال وكان بيعرف يفتح الشركات ويجيب القرش ازاي. وهو كان مؤمن بالتعليم المالي، يعني ان انت تعلم ولادك من هم صغيرين جدا ازاي يعمل فلوس. كان مؤمن جدا بحته ان الفلوس هي اللي بتشتغل عندك، مش انت اللي بتشتغل عشان تجيب الفلوس. وده اللي كان بيعلمه لاولاده. وابنه كان اسمه مايك. مايك دوت كان ولد صغير وتصاحب على روبرت. روبرت ده كان مين؟ كان ابن مستر سميث الولد الفقير. وروبرت ده بالمناسبه اللي هو كاتب الكتاب. روبرت ده كانت عيلته قادرة توفر له كل حاجة زي ما قلنا، بس ما كانتش قادرة توفر له الرفاهيات زي ما بنقول. وروبرت كان على طول مستغرب ليه مايك كان عنده كل الحاجات ديت وانا ما عنديش، مع ان احنا الاثنين ساكنين في نفس الحي، احنا الاثنين عندنا ابهات والاثنين بيشتغلوا. ايه الفرق بين شغلانه واحد وشغلانه اتنين؟ وفي يوم روبرت طلب من مايك ان هو يقابل باباه الاب الغني، وباباه فعلا وافق ودعاهم هما الاثنين ان هما يروحوا له المكتب. بعد ما راحوا له المكتب قالوا له ان احنا عايزين نشتغل عندك عشان يستوعبوا قصه النجاح ديت. بس ابو مايك كان عنده فكر مختلف، فقال لهم هتشتغلوا معايا. وبدا فعلا ان هم يشغلهم، بس هو قعد يشغلهم لفترات طويله جدا وساعات ضخمه، وفي الاخر ما كانش بيقبضهم حاجه، ولو قبضهم كان بيديلهم فلوس قليله جدا. روبرت كان بيتعلم واحده واحده، بس هو ما كانش عارف فين المغزى في ان انا بشتغل عندك كتير جدا وفي الاخر ما بتقبضنيش حاجه، انا ما بكسبش حاجه. فبعد كده بدأ يروح يقول له يا عم جونسون، انا فين الفلوس اللي بكسبها؟ انت راجل غني وقلت لي هعلمك ازاي ان انت تعمل فلوس وهعلمك ازاي ان انت تبقى حر ماليا. طب انا دلوقتي ما بقتش حر، انا دلوقتي بقيت مربوط بشغل وبشتغل عدد ساعات ضخمه وفي الاخر ما بقبضش حاجه. راد جونسون هو اللي ادهش روبرت وخلاه يفهم معنى الحياه فعلا. ان هو قال له ان انت مش بتشتغل عشان الفلوس، انت بتشتغل وفلوس هي اللي بتيجي، وبعد كده الفلوس بتبدا تشتغل لك. كل ما بقى معاك فلوس اكتر كل ما الفلوس دي تفضل تزيد وبتزيد لوحدها من غير التدخل بتاعك. هتيجي تقول لي يا عم فوزي، طب انا واحد بشتغل مثلا فريلانسر وعشان كده انت في الشانل ديت، فانا ايه بقى قصتي في الكتاب ده؟ قبل ما نكمل الكتاب تعالى اقول لك على حاجه بسيطه جدا. انت دلوقتي معاك 1000 جنيه، وال1000 جنيه دوت انت عايز تزودهم 20 او 30%. لو قلنا ان هم 30% فانت عندك حلين. اول حل ان انت تشتغل اكتر وتعمل فلوس اكتر ب 30%، يعني تعمل 300 جنيه زياده. الحل الثاني انت تقلل مصروفاتك ب 30%، يعني بدل ما بتصرف في الشهر 1000 تبقى بتصرف 700. طيب انت واحد شاطر وبتفهم ماديا وعندك معلومات اكتر من الناس، تقدر تعمل ايه؟ ان انت تزود دخلك 30% بان انت تحط شغل زياده او تكلم كلاينت زياده، وان انت تقلل مصروفاتك ب 30%. وفي اللحظه دي تبقى انت عرفت توفر 60% من فلوسك. يعني بدل ما كنت بتصرف 1000 جنيه انت نسبيا بقيت بتصرف 400 جنيه، لان انت زودت دخلك وقللت مصروفاتك. مشكله الناس كلها ان هي ما بتعرفش تتعامل مع المصروفات. المصروفات بالنسبه لها ان انا عمال اصرف، وممكن تبقى بتعمل زي مستر سميث ان هو باي تشيك. انت كل شهر عندك فلوس لازم تدفع، عندك اقساط، عندك ولاد، عندك كل الحاجات دي عماله تسحب منك فلوس، فبتيجي في الاخر وتلاقي ان انت مش عارف تحوش ولا جنيه. او ممكن تبقى زي مستر جونسون ان هو قادر من غير ما يتعلم ويدخل جامعات كبيره ومدارس كبيره ان هو فاهم يعني ايه فلوس. الفلوس هي عباره عن ورق، الورق لا معنى له. هو كل اللي انت تقدر تعمله ان انت تزوده، وتزوده ازاي؟ ان هو يزيد لوحده.
او تحط مصادر اكتر بكتير ان هو ده يزيد. روبرت بعد كده بيحكي في الكتاب بتاعه على قد ايه هو عانى لحد ما يفهم الدرس المستفاد من الاب جونسون، ان هو ازاي يعمل فلوس. فتعالى اقول لك على الحاجات اللي انت فعلا ممكن تطلع بيها من الكتاب دوت، فانا لخصتها لك في كام نقطه، بس نصيحه مني لو قريت الكتاب فعلا هيفيدك كتير جدا، وده من احسن الكتب اللي انا برشحها لاي حد ان هو يقراها. اول بوينت هو كان بيركز عليها التعليم المالي. انت ممكن تكون بتتعلم حاجات كتير جدا منها لغات ومواد، لكن انت ما بتتعلمش ازاي تعمل فلوس. هو بيركز على ان التعليم العادي غالبا ما بيفشل ان هو يوصل لك ازاي تعمل الفلوس ديت، فلازم ان انت تدور لوحدك، وده اجتهاد شخصي، ان انت ازاي تعمل فلوس لوحدك، ما تدورش ان انت تمشي ورا حد. تاني حاجه هو بيعلمك الفرق ما بين الاسيتس واللايبيلتيز، الممتلكات والديون اللي عليك. انا عارف ان الكلمتين ممكن يبقوا بديهيين، لكن الممتلكات اللي عندك، العقارات اللي بتشتريها، الاسهم اللي بتشتريها، الفلوس اللي بتستثمرها في حاجه، دي كلها هتجيب لك فلوس تاني وتاني وتاني. لكن الديون اللي عليك هي مش بس الديون لو انت مدين لحد، الديون اللي عليك هي اي مصاريف انت بتصرفها في حاجه ملهاش لازمه او حاجه رفاهيه، زي ان انت تشتري عربيه غاليه جدا وانت معكش فلوس ان انت تغطيها، زي ان انت تاخد قرض كبير جدا عشان تشتري حاجه ممكن تتاجل لبعدين. انت كل ده بقت ديون عليك، انت بس بتدفع لها فوائد، فبقت بتسحب منك فلوس عن انها تديك فلوس. حاول على طول تدور على الحاجات اللي حواليك اللي انت ممكن تحط فيها فلوس وتجيب لك فلوس بعد كده. تالت حاجه كان بيركز عليها، وده اللي كان بيعلمه روبرت، ازاي ان هو يعمل شغل يفضل يدرله في دخل، مش ان هو لازم يفضل يشتغل ويسعى عشان يبقى عنده دخل. يعني ان انت مثلا لو عندك بيت وبتأجره، ده دخل سلبي، باسيف انكم، ده دخل هيفضل يجي لك من غير اي مجهود منك، وده السر بتاع اي حد ناجح او اي حد انت بتشوفه معاه فلوس ومعاه عربيات انت نفسك تركبها، ان هو الفلوس اللي بيجيبها كلها مش هو اللي تعبان فيها، الفلوس ديت بتفضل تجيله. طبعا ده بعد تعب سنين، بس انا بتكلم ان هو كان بيبنيها خطوه خطوه، احسن ما تبقى بتبداها خطوه خطوه وعليك ديون، تيجي بعد سنين تلاقي ان انت عليك فلوس يا اما بتبدا من الصفر عشان يبقى معاك الحاجه اللي انت عايزها. رابع حاجه روبرت كان بيقولها وهي عقليه الغني. عقليه الغني ان هو عقليته مختلفه عن باقي الناس، ودي حقيقه. العقليه ان انت بتقدر تاخد ريسك، ان انت ممكن تضحي بحاجه قصاد حاجه، ان انت لو فشلت في حاجه ما بتقفش تقول انا فاشل، انت بتكمل وبتاخدها ان هي فرصه ان انت تتعلم حاجه جديده، ان انت تبقى على طول في تعلم مستمر، اوعى تبطل تتعلم، وان انت تعدي حته ان انت تبقى شاك في نفسك وخايف من الفشل. على طول اسال نفسك ايه اكبر حاجه هتحصل؟ ولا حاجه. حتى لو فشلت انت اتعلمت، ما فشلتش اتعلمت، ولما تيجي تعيدها تاني اكيد مش تقع في الغلطه دي. خامس حاجه وروبرت حب يسميها الرات ريس، اللي هو سباق الفئران. ده كان بيتكلم على الناس اللي بتفضل تجري في دايره واحده مش عارف تخرج منها، والدايره دي كل ما تجري فيها وتخلص لفه بتلاقي ان اللفه دي ضاقت عليك اكتر وصعب ان انت تخرج منها اكتر. يعني انت لو شخص لسه متخرج، انت الدايره دي واسعه جدا ان انت تخرج منها، لكن كل ما بيبقى عليك التزامات اكتر كل ما هتفضل في الدايره دي وهتوصل لحد نقطه ان انت مش قادر تخرج منها. زي ان انت اتجوزت بقى عندك بيت، مراتك وعيالك، ده كلها بقت التزامات عليك، فانت مش قادر تخرج من الدايره دي وهتضطر ان انت تفضل ماشي فيها، ان انت الشهر بيقضيه في الشهر بالظبط، معكش فلوس زياده تحوشها ومعكش فلوس زياده تستثمرها عشان تجيب لك فلوس اكتر. سادس حاجه وروبرت ركز عليها جدا وهي الكومباوند انترست. انت الحاجه اللي انت بتستثمر فيها كل ما هتستثمر كل ما بتجيب لك فلوس اكتر. مثلا حط 1000 جنيه في البنك وبيجيبوا لي دخل، او حط 1000 جنيه في السهم وبيجيبوا لي دخل. الكومباوند انترست بيعتمد على ان انت كل ما تحط فلوس تجيب لك فلوس اكتر، فترجع تستثمرها تاني وتفضل في الدايره دي. بعد فتره هتلاقي ان انت فعلا طلعت من دايره الفئران دي وبقيت فعلا عندك قدره ان انت تصرف اي حاجه من غير ما تبص على التيكت بتاعها. اخر حاجه وروبرت ديت الحاجه اللي فرقت في حياته كلها ولحد النهارده هو بيعتز بيها، ان هو كان محاوط بناس ناجحه. الناس الناجحه ديت كانت مايك وباباه. هو اي نعم كان ممتن جدا لباباه اللي هو سميث، لان هو علمه حاجات كتير جدا ما كانش ممكن يتعلمها ودخله احسن مدارس، لكن اللي علمه ازاي يعمل فلوس كان هو جونسون. فهو كان ممتن جدا كمان لجونسون، هو قدر فعلا يعلمه ازاي يعمل فلوس ويوصل للاحلام اللي هو كان عايزها، لان باباه اللي هو سميث ما كانش هيوصله للبوينت ديت ابدا. هو كان كل اللي هيقدر يعمله ان هو يخليه يمشي على نفس الخطه بتاعته، ان هو يشتغل في شركه كويسه ويقبض فلوس تكفيه الشهر، لكن جونسون هو اللي قدر يطلعه من الدايره دي. وده يعلمك ان انت كل ما تبقى محاوط بناس
ناجحه تبقى ناجح. انتوا لو 10 قاعدين في اوضه و9 منكم معاهم ملايين، انت العاشر بتاعهم. اوعى تفتكر ان انت الناس اللي حواليك مش هتاثر عليك. مهما كنت قوي، الناس اللي حواليك هتفضل تاثر عليك بشكل ما او باخر. داد ريتش داد بور داد انا ممكن افضل اتكلم فيه كتير جدا ومش هيخلص. انا فعلا كل مره باجي اقراه تاني بتعلم منه اكتر، وده من احسن الكتب اللي انا برشحها. هو بكل فكرته ان هو بيعلمك ازاي تبقى معتمد على نفسك، ازاي تبقى انت شخص تقدر تتكفل بمصاريف اسره. ومش بس كده زي سميث، ان تقدر تتكفل بمصاريف اسره وتوفر لهم الرفاهيات، يبقى معاهم على طول فلوس تعيشهم في الحاجه اللي هم عايزينها، يبقى على طول معاهم فلوس لو حصلت اي مشكله او مصيبه لا قدر الله، يبقى معاك فلوس تقدر تغطي ده. بس كده يا شباب، يا رب اكون فدتكم في فيديو النهارده. لو عايز تعرف اكتر عن محتوى فريلانسنج وعن كتب فعلا تفيدك في المجال ده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وهتلاقوني على الانستجرام وعلى التيك توك. سلام.